أذهب إلى يعني شاهدة عيان من جامعة الأميرة نورة، الأخت ملاك القحطاني إحدى الطالبات في الجامعة. السلام عليكم أختي ملاك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نتكلم عن الاختلاط في الجامعات، ومثالنا كان جامعة الأميرة نورة. أترك الحديث لك بما شاهدتيه ومر عليك من أحداث كما تريدين، تفضلي. في العام الماضي كنا نسمع عن وجود اختلاط في الكليات الصحية، لكن لم نثبت من ذلك في أنفسنا. المهم هذا العام سمعنا شكوى طالبات الكليات الصحية وأولياء أمورهم بخصوص الاختلاط الذي وقع أول أسبوع في الدراسة، والأمر هذا لا يوافق لا ديننا ولا أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، لأن تكون جامعة الأميرة نورة مخصصة للبنات فقط، ووفاء لديني ووطني وغيرة على أعراضنا. ذهبت أنا وصديقاتي لمقابلة مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميد وفقها الله. نعم. وناقشناها في هذا الموضوع، وعدتنا خيرا وقالت من يذهب إلى الكليات الصحية يجد أننا تداركنا الوضع تماما، مما جعلنا نثق في كلامها وتوجهنا مباشرة إلى هناك. سألنا الطالبات والأمن وأكدوا لنا وجود رجال يدرسون الطالبات. توجهنا إلى قاعة المحاضرات، وفي الطريق وجدنا لافتات مكتوب عليها الرجاء للالتزام بالحجاب، منطقة مختلطة. هذا في أي كلية أختي ملاك؟ في الكلية الصحية. نعم. هذا بعد كلام مديرة الجامعة. طيب تفضلي. كذلك وجدنا مسجد للرجال ودورات مياه كذلك أكرمكم الله في داخل الكلية في داخل الكلية الصحية للبنات. اي داخلها يعني في مبنى البنات. نعم. ولما هممنا بالدخول للقاعة منعونا الأمن بحجة وجود الرجال وأننا لسنا بطالبات في نفس الكلية. حقيقة استغربنا كثيرا لأن ما شهدناه لا يتوافق مع تأكيد الدكتورة هدى، ولدي الوثائق التي تثبت ذلك. إن أردتم بعثتها لكم على بريد البرنامج. جيد. هذا في أي يوم يا أختي ملاك؟ هذا يوم الثلاثاء 24/10. نعم. طيب. أيضا يسوءنا لبس الأمن والطالبات والتمادي في مخالفة أنظمة الجامعة، وخصوصا التهاون في الحجاب عند الخروج. وقد طلبنا من أمن الجامعة الوقوف خلف أسوار محطات الجامعة لضبط حجاب الطالبات، فتعذرنا الأمن بعدم استجابة الطالبات لهن. فقلنا لهم يعني لماذا لا تطلبون من الهيئة القيام بهذا الواجب؟ فقالوا الهيئة ممنوعة من دخول الجامعة، هذا حسب قولهم، ولا أعلم عن مصداقية هذا. وأيضا في بعض الأحيان نتفاجأ بدخول عمال الصيانة علينا لغرض إصلاح عطل ما، ولا يكون لدينا العلم بدخولهم إلا من كانت قريبة من أمن الجامعة. يعني هذا بشكل متكرر يا أختي ملاك، ولا خلينا نقول مرة واحدة وغلطة وانتهت عمال الصيانة والنظافة؟ لا يعني بين كل فترة وفترة يدخلون علينا ومن غير إخبار ومن غير علم. أي هم الأمن يخبرون، بس اللي تكون موجودة قريبة منهم هي يعني يكون عندها خبر. وضعت استبانة بين أيدي الطالبات عن موضوع الاختلاط، هل ترضين بذلك أم لا؟ كانت النسبة الأكبر يرفضون ذلك، ولا أنكر وجود فتيات يعني تسممت مفاهيمهن ويرغبن بذلك، رغم رفضهم جميعا للتوقيع على الاستبيان. الأولى خشية أن يلحقها ضرر من قبل المسؤولين، والأخرى ترى أن الاختلاط لا بأس به، ومن ترفض فهي متخلفة ورجعية وغير متحضرة. نعم. أختم بما حصل لي اليوم. ذهبت إلى نفس الكلية الصحية، وجدت الحال لم يتغير، غير أنهم بدلوا مسمى اللافتات إلى الرجال الالتزام بالحجاب بعد هذا الحادث فقط. وعندما نعم تفضلي. عفوا. وعندما دخلت قالوا لي الدكتور سيحضر لطالبات طب الأسنان بعد قليل. أنا بنفسي شاهدت الطالبات يرتدين الحجاب ويستعدون لدخول القاعة، وإذ بأمن الجامعة يقولون أن الدكتور اعتذر ولا يوجد محاضرة، بمعنى أن الحال لم يتغير. هذا اليوم بتاريخ 28 شوال، يعني هذه الحادثة لا تنسى. 28 شوال 1433 ما زال الحدث مستمرا. نعم. نعم. باقي شيء أختي ملاك؟ لا، عموما الاختلاط لن نرضى به، ولا فهو ليس من ديننا ولا من دستور بلادنا ولا حتى من عاداتنا. والفطرة السليمة ذلك البث، نسأل الله العلي العظيم أن يصلح أحوالنا ويهدي ضالنا ويبرم من هذه الأمة أمرا رشدا. آمين. الله يحفظك من الشر ويحفظ جميع أراضي المسلمين، وشكرا لك لهذه الجرأة وجزاك الله خير. ومعنا شاهدة عيان أخرى يعني عن ذكر اسمها، أيضا من إحدى الكليات في جامعة الأميرة نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحيي أولا الدكتور عبد الله الداود ويوسف الهاجري على غيرتهم على أمتهم. أما ذا أحكي لكم قصة وقعت الأسبوع الماضي. حينما دخل علينا الدكتور أردني الجنسية، قمنا نحن الطالبات بطردنا القاعة جميعا، وكلنا بصف واحد يقول أستغفر الله.
وخرج الدكتور وهو غاضب ويقول أنه سوف يلقي المحاضرة ويخرج. أي مادة يا أختي؟ أي مادة؟ علم الاجتماع. علم الاجتماع. مشكلة أن التخصص ليس بدقيق كما يدعون. أي كلية يا أختي؟ التمريض، شعبة التمريض. وكانت إحدى المشرفات تقول لنا بصوت واحد أن بإساءة أن أنتم يا قسم التمريض أنتم أصلا سوف تعملون في اختلاط، فلماذا أنتم غاضبون؟ يعني تعودوا من الآن. نعم. طبعا نحن طالبات جامعة الأميرة نورة نرفض رفضا باتا الاختلاط بكافة سواء كان في دراسة أو في عمل. لكن يا أختي طيب معليش يا أختي أنا بسألك بس، هل كانت ردة الفعل ومهاجمة الدكتور من كل الطالبات؟ يعني كان في ردة فعل جماعية؟ جميعا بصوت عالي. جزاكم الله نعم خير. طيب الله يجزاك خير. أنا يكفيني هذا، يعني ودي ياخذ وقت كثير لأن الحدث الآن يتكرر. هذا أحد يعني والد لإحدى الطالبات التي توقفت عن الدراسة، نستمع منه. السلام عليكم. السلام عليكم، أنت على الهواء مباشرة. يعني والد لطالبة توقفت عن الدراسة في جامعة الأميرة نوح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اترك الحديث، جزاك الله خير. تفضل. حياك الله يا أخ يوسف. الله يحييك ويسعدك يا رب. حياك الله شيخ عبد الله الداود. الله يحييك طول عمرك. أقول يا أخوي أنا مع الأسف البنت يعني من منسوبات جامعة الأميرة نورة يعني اتخذت قرار مفاجئ الحقيقة. أي نعم. ولما جلست معها وناقشتها في أمر توقفها عن الدراسة قالت يعني قالت وبمرارة يعني الحقيقة إن الجامعة والكلية نعم ما كانت عليه مثل ما كانت سابق. تغيرت يعني بأمور كثيرة الحقيقة. وأنا ما أحب أني أطيل عليكم، لكن أقول من المظاهر اللي دعت بنتي في ترك الكلية والتوقف عن الدراسة يعني سفور عدد كثير من الطالبات الحقيقة أثناء خروجهن من الجامعة، يعني سافرات للوجه وأمام الرجال. وأيضا يعني انتشار ظاهرة البويات. وأيضا من الأمور اللي يعني دفعت ابنتي إلى توقفها عن الدراسة خروج كثير من الطالبات الحقيقة هداهن الله من في أثناء الدراسة إلى المطاعم والمقاهي المجاورة وهن سافرات. وأيضا من الأمور الحقيقة التي يعني أشكلت على ابنتي أنها لا ترى للهيئة وجود، ولما سألت قالوا لا يسمح بدخول الهيئة إلى حرم الجامعة. فهذا الحقيقة يا أخ يوسف ما أحببت أن يضيفه. قناة المجد لإتاحة الفرصة. وشكر الله لك غيرتك لابنتك وزادك الله توفيقا وحفظا.